فاضل ايام بسيطة على العيد وعايزين بقى نبدأ في تسالي العيد، والعيد طبعا ما يحلاش من غير الترمس. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة قوي واحلى كمان من اللي بيتباع بره. اول حاجة معايا كيلو من الترمس الحلو، نقيته كويس، طلعت منه الحبوب الفاضية، واي حبوب كده لقيتها موسخة بدأت ان انا اطلعها منه. والترمس نوعين، في منه الترمس الحلو والترمس المر. ده بقى الترمس الحلو هقولك طريقته. انا غسلته كده، اديته شطفه كويس تحت الميه، وبعد كده زودت له ميه وهسيبه كده منقوع في الميه دي لمده 24 ساعه. والبلول معروفه اللي احنا بنسيبها في الميه 24 ساعه عشان تاخدي نتيجه حلوه. هنا بقى كان بعد ما عدى عليها 24 ساعه، ما شاء الله شايفين حجمه اتضاعف ازاي، والحبايه بتاعته كبرت ما شاء الله، ما فيهوش حبايه بايظه. الحبوب بتاعته كلها مليانه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده هجيب حلة وهملاها مية وهرفعها على النار لغاية ما تغلي. بعد كده هنزل كده بالترمس بتاعي بالمصفى في الحوض، وهبدأ ان انا اغسله كده واديله شطفتين تلاتة. هبدأ انزل عليه المية كده كله، وهبدأ كده اغسله كده كويس قوي. بعد كده هبدأ ان انا اطلعه من الحوض وبصفيه كويس قوي. في الوقت دوت بقى المية اللي انا حطاها على النار بدأت ان هي تغلي. بدأت انزل بكل كمية الترمس اللي معايا في الحلة بتاعتي، وهسيبها بقى بالظبط كده على النار نص ساعة، مش اكتر ولا اقل. ما شاء الله الحباية بدأت تزيد اكتر معايا وهي كده على النار. خلاص كده بقى عدى عليها نص ساعة. بعد كده طفيت عليها النار وهسيبها في المية بتاعتها لغاية ما المية تبرد تماما. انا مش هشيلها من المية، انا طفيت بس عليها النار وهسيبها في المية بتاعتها دي نص ساعة كده او ساعة على حسب المية بتاعتي ما هتبرد. بعد كده هبدأ ان انا اطلعه من المية. وهنا بقى الترمس والمية كانوا بردوا خالص معايا، هبدأ بقى ان انا اصفيها في مصفى. انا جبت مصفى وحطيتها في طبق كده بالشكل دوت، وهبدأ انزل بكل كمية الترمس اللي معايا. بعد كده هاخد الترمس بتاعي على الحوض واديله كده شطفتين تلاتة، وهسيبه يتصفى على جنب. الخطوة اللي بعد كده المية دي انا كنت غلياها من بدري وسبتها تبرد. المية دي اللي احنا هنعمل فيها محلول الملح للترمس. اول حاجة كده انا نزلت باربع معالق كبار ومهرميين مليانين من الملح، وهبدأ ان انا ادوب الملح بتاعي كويس كده في المية. وهبدأ ان انا بطرف صباعي كده وبالمعلقة هبدأ ان انا ادوق الملح واشوفه كده، لو عادب كده هبدأ ان انا ازوده ملح كمان. انا لقيتها عادبة معايا زودتها كمان معلقة مليانة، يبقى انا كده زودت 5 معالق كبار من الملح. وهبدأ برضو ان انا ادوقها، انا لقيت الملح بتاعها كده مظبوط. في الخطوة دي بقى انا جبت كده برستكتين كبار او جردليين على حسب الحجم اللي انا هعمله، وغسلاهم طبعا ومعقماهم كويس قوي. بعد كده هبدأ ان انا املى الاول كده، انزل بالترمس بتاعي في العلب في البرطمانات بالشكل دوت كده. بعد كده هبدأ انزل عليه بمحلول الملح اللي احنا عملناه، يا دوبك كده نغطي الترمس بتاعنا بالشكل دوت. وهنا كنت خلصت كده الترمس. انا هبدأ بقى ان انا اغطيه كده واقفله وهدخله التلاجة. لما ابدا اخد منه يعني بعد نص ساعه كده هنلاقي ان الملح بتاعه اتظبط وان الترمسيه بتاعتنا بقت مملحه وطعمها حلو. لما اجي نطلع الترمس نطلعه بمعلقه عشان ما يعملش ريم او يطعم معانا، وطبعا هنحفظه في التلاجة بتاعتنا. انا هنا بقى عملت محلول تاني كده، جبت شويه كده من ميه الملح اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، وهزود كده شويه من الكمون، وزودت كمان شويه من البابريكا، وهزود كمان شويه من الشطه. والشطة دي طبعا اختياري بس بتدي طعم حلو كده للمحلول اللي احنا هنعملوه دوت. بعد كده نزلت كمان بعصرة من الليمونة، وهديلهم كده تقليبة مع بعض. وهنزل كده بقى بشوية من الترمس اللي احنا عملناه وهقلبه كده، وهدخله برضو التلاجة وهسيبه نص ساعة. وبعد كده هبدأ ان انا اطلع منه وهشوف النتيجة بتاعته عملت ايه. وهنا بعد ما سبته شوية وطلعته من التلاجة وكان بالشكل دوت، ما شاء الله طعمه حلو والملح بتاعه مظبوط جدا. عايزه اقولك جميل ونفس الطعم اللي احنا بنشتروه من بره، بجد طعمه حلو قوي. وكل سنه وانتم طيبين. ولو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش بقى تحطيلي اللايك والشير واشتراك في القناه. مع السلامه.